الإثيوبية توقع مذكرة تفاهم مع شركة شابا. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. بدأ حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا دورته التدريبية السنوية للكبار القادة، ويستمر التدريب على مدار 10 أيام متتالية تحت شعار التنمية القطاعية في ظل حكومة المدمر. وسيتم خلال التدريب عرض مواضيع متنوعة تهدف إلى بناء المعرفة والمهارات والقدرة القيادية حسب ما أفادت المصادر. وسيشارك في التدريب أكثر من 2000 من كبار القادة من المستويين الفيدرالي والإقليمي. وبالتوازي مع التدريب سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشاريع التنموية. قال وزير الصناعة ملاك اللبل إن مساهمة قطاع التصنيع تشهد نموا سنويا مطردا، وأوضح أن قطاع التصنيع في إثيوبيا يتحسن عاما بعد عام ويساهم في دعم الاقتصاد. كما أشار الوزير إلى أن حملة صنع في إثيوبيا ساهمت في تعزيز القدرات الصناعية وزيادة مستويات الإنتاج. وأضاف أنه تم رفع مستوى وعي المصنعين بأهمية الاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية الغنية في إثيوبيا لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. وأكد أنه تم التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي على المدى القصير والبعيد، مما أدى إلى نمو في قدرات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وقال إن حملة صنع في إثيوبيا تعزز القدرة الإنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكشف الوزير أن القطاع نما بنسبة 4.8% في السنة المالية الإثيوبية عام 2014، وارتفع إلى 10.3% في السنة المالية عام 2017. ومن المتوقع أن يتجاوز 12% في السنة المالية عام 2018. قال السفير جمال بكري إن مبادرة التكنولوجيا النووية تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان ازدهار إثيوبيا وتعزيز مكانتها التنموية. وأوضح السفير أن إثيوبيا تعمل منذ التغيير على حماية مصالح الوطنية بسرعة وابتكار، مشيرا إلى أن مشروع التكنولوجيا النووية يعد من المبادرات التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن الطاقة النووية ستسهم في دعم قطاعات حيوية من بينها الزراعة والصحة والتصنيع. وبين السفير أن المشروع سيوفر لإثيوبيا بيئة تكنولوجيا متقدمة تمكنها من أن تصبح دولة منافسة في مجال الطاقة النووية، معتبرا أن ذلك يعد رمزا لازدهار البلاد وتقدمها العالمي. وأشار إلى أن باكستان أبدت خلال فترة عمله سفيرا في إسلام آباد استعدادها لتقاسم خبراتها في التكنولوجيا النووية مع إثيوبيا، مؤكدة رغبتها في التعاون لدعم تطوير هذا القطاع. وأوضح السفير أن الطاقة النووية تمثل عنصر قوة للدول المتقدمة، مؤكدا أن إثيوبيا بسياستها السلمية وتاريخها الدبلوماسي العريق تسعى لتطوير هذا المجال لأغراض سلمية بالتعاون مع شركائها مثل روسيا.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، مؤكدا أن إثيوبيا تمتلك القدرة والكفاءة والقيادة اللازمة لتحقيق هذا الطموح. قال نائب المدير العام لهيئة البن والشاي الإثيوبية تاغو نورو إنه تم إنتاج البن في السنوات الأخيرة بجودة وكمية عاليتين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبعيدا عن أساليب الإنتاج التقليدية. كما أضاف أنه تم إصلاح نظام تسويق البن الذي كان يتسم بالتعقيد، وقد ساهمت هذه المبادرات في زيادة الدخل من صادرات البن بالإضافة إلى تعزيز إنتاج البن وإنتاجيته. وأشار إلى أنه يجري العمل على تطوير استخدام أصناف محسنة قادرة على تحمل تغير المناخ لزيادة جودة وإنتاجية البن في إثيوبيا. ومن جانبه قال نائب رئيس الجمعية الوطنية الإثيوبية للبن زاريكون قماسة إن الجمعية تأسست بهدف حل التحديات في سلاسل توريد البن وتعزيز إنتاجه وإنتاجيته. وأشار إلى أن مصدر ومورد البن لم يكونوا مايلين لدعم المزارعين الذين ينتجون أكثر من 94% من إنتاج البن سواء من الناحية الفنية أو غيرها. وأوضح نائب الرئيس أن هذا الموقف منع المزارعين من إنتاج البن بكميات كبيرة وجودة جيدة وحرمهم من الحصول على الفوائد المناسبة من المنتج. ووفقا لزاريكون فقد صممت الجمعية برنامج لدعم صناعة البن من خلال البحث وتوزيع المدخلات الأساسية على المزارعين لزيادة إنتاج البن وإنتاجيته. ويعد البن جزءا حيويا من اقتصاد البلاد، حيث يمثل نسبة كبيرة من عائدات الصادرات ويوفر سبل العيش لملايين الأشخاص. وقعت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية مذكرة تفاهم مع شركة تشابا في فندق سكايلايت في أديس أبابا. ووقع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية السيد هيلا ملكوت مامو ومؤسسي شركة تشابا. وبموجب الاتفاقية ستمكن شركة تشابا العملاء من شراء التذاكر عبر موقعها الخطوط الجوية الإثيوبية الإلكتروني مع جميع خيارات الدفع. وأصر نائب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية هيلا ملكوت بأن الاتفاقية مع شركة تشابا ستتيح للعملاء شراء التذاكر بسهولة عبر منصة واحدة. وصرح بأن اتفاقية شركة الطيران للتعاون مع شركة تشابا ستسهم في تعزيز شركات التكنولوجيا المحلية. كما صرح نائل هيلا مريم الرئيس التنفيذي لشركة شابا بأنه يمكن لعملاء الخطوط الجوية إجراء المدفوعات دون الحاجة إلى استخدام أجهزة الصراف الآلي باستخدام رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بهم. افتتح أمس في قاعة ميلينيوم معرض الثروة الحيوانية وتربية الحيوانات بمشاركة واسعة من ممثلي قطاع الثروة الحيوانية من داخل إثيوبيا وخارجها، وبحضور سفراء وخبراء ومستثمرين في المجال. ويستقطب المعرض الذي يستمر 3 أيام أكثر من 5000 زائر من دول شرق إفريقيا وعدد من الدول الأخرى، إلى جانب مشاركة أكثر من 100 جهة فاعلة من 14 دولة. ويهدف الحدث إلى عرض أحداث التقنيات والحلول المتكاملة في مجال الثروة الحيوانية
وتعزيز سلاسل القيم والأسواق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، والذي يعد من ركائز الاقتصاد الوطني في المنطقة، ويشكل المعرض منصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول المشاركة والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير الإنتاج الحيواني وتحسين جودة المنتجات. وأشارت الجهات المنظمة إلى أن الحكومة الإثيوبية تعمل حاليا على تنفيذ برامج مدته 4 سنوات لزيادة إنتاج الحليب والبيض ولحوم الدواجن والعسل بشكل ملحوظ ضمن مبادرة لمات ترفات التي تهدف إلى رفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي. أعلن المدير العام لهيئة الزراعة الإثيوبية السفير دربا كومان إطلاق نظام الصحة النباتية الإلكترونية كحل عملي لعملية إصدار الشهادات البدوية التي تتسبب في تأخير إجراءات التخليص الجمركي للصادرات وزيادة تكاليف المعاملات التجاربية. وجاء تصريح السفير كوما خلال المؤتمر الإقليمي الثاني للصحة النباتية الذي انطلق في أديس أبابا ويستمر لمدة يومين. ونظم المؤتمر بالتعاون بين هيئة الزراعة الإثيوبية والجمعيات الإثيوبية لمنتجي ومصدري البستنة وشركاء آخرين. كما أكد المدير العام على ضرورة النظام الرقمي، حيث تعد متطلبات الصحة النباتية والحيواناتية ضرورية للوصول إلى الأسواق الدولية. وسيساهم النظام الرقمي في خفض التكاليف المرتبطة بفقدان الشهادات والتزوير والفساد والحاجة إلى السفر الفعلي. ومن جانبه أكد المدير التنفيذي للجمعية الإثيوبية لمنتجي ومصدري البستنة تيدروس زودي على ضرورة رقمنة وتحديث نظام الصحة النباتية كجزء من الامتثال لمعايير السوق العالمية ودعم جهود إثيوبيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقالت القائمة بأعمال رئيس قسم التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا بتراسين نير إن التحول الرقمي أمر بالغ الأهمية في عالم اليوم، وصفة نظام الصحة النباتية الإلكترونية والأنظمة الأخرى بأنها إنجازات مهمة في تطوير القطاع الزراعي الإثيوبي وتعزيز التعاون الاقتصادي القاري والعالمي. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا ينظم دورته التدريبية السنوية لكبار القادة. مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية توقع مذكرة تفاهم مع شركة شابا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة، بأمان الله. مرحبا مشاهدينا الكرام. في مشهد برلماني